كاع الفيديوهات اللي تفرجت لهم على الميديسين في الصين فيهم معلومات ناقصه. لحد الساعه ما لقيتش فيديو واحد غادي تفرج ليه وغادي تمشي عارف كلشي. داكشي باش اليوم درت هذا الفيديو باش نشرح لك كلشي من أ حتى لزاد. غادي نعطي معلومات عامه على التخصص، الشروط ديال التسجيل، المده ديال الدراسه، وشنو غادي تقرا بالضبط، وشنو الشرط اللي الا ما توفرش فيك ما غاديش تخرج وتاخذ الدبلوم ديالك. كيفاش تخدم في الصين مورا القرايه، ولا كيفاش تخدم وانت تقرا، واش غادي تاخذ المعادله، ولا كنتي غادي تاخذ المعادله كيفاش تدار، مورا المعادله شنو اللي خاصك دير باش تخدم في المغرب. هذه كلها اسئله غادي نحاول نجاوب عليها، وغادي تلقى تنبيهات في الفيديو باش هكذا تمشي ناضي وتاخذ قرار مدروس. قبل ما نبدا بغيت نقول بلي نسبق لي الا تتفاعل مع المحتوى ديالنا. الا عجبك المحتوى حاول تدعمنا حيت راه تيطلب وقت وجهد كبير باش نوجد لكم هذه المعلومات. شكرا على الدعم والتفاعل ديالكم. ديروا لايك، حاولوا تشيروا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. من خلال التواصل مع عدد كبير ديال الطلبه لقيت بلي الاغلبيه اللي تتواصل معايا ما عندهاش واحد الفكره على التخصص ديال الام بي بي اس اللي هو الميديسين، ومع ذلك تلقاه تيختار هذا التخصص هذا. اولا الام بي بي اس كتعني الباشلر اوف ميديسين اند باشلر اوف سيرجري. من بعد ما تقرا 6 سنوات تتحصل على الباشلور ديالك، الشيء اللي تيخلي المده ديال هذا التخصص زايده عامين على باقي التخصصات. يعني كاع التخصصات الاخرى غادي تقرا فقط 4 سنوات. كل جامعه تختلف في التقسيم ديال هذه الفتره بين الثيوري والبراكتيس. النوع الاول تيدير عامين ديال الثيوري وعامين ديال البراكتيس، والنوع الثاني تيمزج بيناتهم باش هكذا تطبق وتتقرا في نفس الوقت. الجامعات اللي هما مزيانين راه هما اللي تيخدموا بالمنهجيه الثانيه، من انك تقد تقرا في الصباح ودوز تطبق في العشيه باش هكذا داكشي اللي قريتيه تيلصق وتيبقى في الميموار. غادي تقول لي نسيتي عام ما ذكرتيش، هذاك العام راه تيكون انترنشيب اللي غدوزو كامل في لوبيطال وانت خدام. اللي تيطرا هو انه واحد النسبه كبيره ديال الطلبه ما تيبقاوش مهتمين بهذا التخصص فاش تيعرفوا المده اللي هي زايده عامين على التخصصات الاخرى. حتى كاين حاجه اخرى اللي ما تعرفوهاش، هذه الحاجه هي ان التخصص غالي ومن اغلى التخصصات اللي كاين في الصين. اللي كان قبل هو انه ما كانش منحه في التخصص، لكن دابا راه كاينه منحه اللي ولات تتخفف شويه العيب على الوالدين اللي بلا منحه كانوا غادي يكونوا في الصفوف الاماميه تيحاربوا بالجيب ديالهم. ربما تكون عارف شنو غادي تحتاج باش انك تابلي لهذا التخصص، وربما تكون ما عارفش. ما فيها باس ندوزو على هذه الشروط بعجاله باش نوضحوا الصوره لكلشي. اول حاجه بزاف ديال الطلبه راه تيبغيو يمشيو للصين غير بلا كارت ناسيونال. وجاتك غريبه، راه بزاف باقي تيتواصل معايا وتيقولك واش ضروري الباسبور تسجيل. الا ما عندكش الباسبور باش غادي الجامعه تبروسيس لك الاوراق اللي منها تكون ادميسيون او جي دبليو، وباش غادي تابلي للفيزا وفين غادي يطبعوا لك حتى ديك الفيزا، وفاش توصل للمطار واش غادي تدخل بلا كارت ناسيونال. المهم بالنسبه للناس اللي ما عرفوش هذه القضيه راه ديجا عرفوا دابا الجواب. وغادي تحتاج كذلك كشف حساب بنكي، حسن السيره من عند البوليس ولا من المحكمه، واخيرا شهاده ديال الكفاءه اللغويه ديال التويفل، الايلتس ولا الدولينغو. لكن قبل ما نهضر على الزاميه تكون عندك اللغه مزيانه، خلينا اولا نشوفوا شنو غادي تقرا في هذه السنوات ديال التخصص. تعمدت انني نذكر الكونتنت ديال هذه المده ديال الدراسه اللي غادي تقرا فيها الثيوري. اولا كما قلنا الدبلوم فيه 6 سنوات. هذه 6 سنوات تتكون مقسمه كالتالي: العام الاول فاونديشن ستاديز اللي فيها غادي تقرا اللغه الصينيه اللي عندها علاقه بالتخصص، يعني غادي تقرا كلمات تقنيه ماشي اساسيات ديال اللغه ولا كيفاش تكومونيكي. وغادي تقرا كذلك بيسك ميديكال ساينسز اللي غادي تكون عباره على مقدمه في مواد مثل التشريح ديال الانسان، علم الانسجه والاجنه، وعلم وظائف الاعضاء، وعلم الخلايا والكيمياء الحيويه. اما في العام الثاني غادي تقرا الكور ميديكال ساينسز اللي فيها دراسات في علم الوراثه الطبيه، علم المناعه، وعلم الاحياء الممرض، علم الامراض، علم وظائف الاعراض المرضيه. زيد عليه الفارماكولوجي باش تولي تفهم التفاعلات ديال الادويه والتطبيقات العلاجيه ديالها. وغادي تقرا الدياغنوستيك، شي حد اللي طار ليه شي بنو شي كرو خاصو يتزير بصح ديال البشر. غادي تتعلم اجراءات التشخيص وتقنيات ديال تقييم المرضى. هنا غادي تكون دوزتي عامين في الصين. فاش غادي تدخل العام الثالث غادي تقرا فيه كلينيكال ساينسز انتروداكشن. فهاد الكورس اللي غادي تبدا تاخذ دورات في الطب الباطني، الجراحه، امراض النساء والتوليد، طب الاطفال وتخصصات اخرى. كذلك غادي تقرا على البابليك هيلث اند ابيديميولوجي، غادي تقرا على الاحصاء اللي عنده علاقه بالطب، وعلم الاوبئه، وعلم النفس الطبي. الا كنتي عييتي راه يلاه وصلنا للعام الرابع وركز معايا حيت راه غادي تبدا الخدمه ديال بصح. فهاد العام غادي تقرا الادفانس كلينيكال تريننج، غادي تتعمق في مختلف التخصصات الطبيه، الطب الباطني، الجراحه، طب الطوارئ. غادي يكون التركيز على البراكتيس اكثر، لكن راك غتكون باقي تقرا في الثيوري. باش يجي العام الخامس غادي يكون التركيز اكثر على الكلينيكال تريننج. هنا جا الوقت باش تبين داكشي كامل اللي قريتيه خلال هذه المده كامله. غادي تدوز معظم الوقت ديالك في لوبيطال تتعلم وتطبق، وهنا غادي
توصل للعام الاخر اللي غالبا تيكون انترنشيب غالبا في واحد لوبيطال اللي تيكون تابع لليونيفرسيتي، حيت راه كل جامعه تيكون عندها واحد لوبيطال اللي هو تابع ليها. ما ديكش غريبه اللي قلت لك باش انك تقرا هادشي كامل راه خاصك تكون متمكن من اللغه الانجليزيه وتكون شاد شويه في اللغه الصينيه الا ما كنتيش شاد بزاف. سهله باش انني نخبي عليك هادشي كامل وغادي تجي لهنا وغادي تواجه امر الواقع وغادي تصدم. ماشي غير غنجيو ناخذ الدوسي ديالك، لا خاصك تعرف شنو غادي تواجه باش ما تشوفش غير داك الحلم الوردي نتاع انك لابس طابليه وتدور في لوبيطال. لا، خاصك تعرف باللي راه التخصص هذا خاصو يكون عندك شويه ديال السفل وتكون شاد اللغه متمكن من اللغه. بلا ما نخبي عليك كذلك باللي راه الطلبه تيواجهوا واحد الصعوبه اللي تخليك انك ما تكملش وطلعتي. داكشي باش نقول لكم من الديبار باش دير البلان ديالك. ما غاديش ناكد لك على شحال اللغه مهمه، على بل انها ضروريه. غادي نحط لك فقط لي ليان ديال الكتوبه اللي تيقراو في التخصص ديال الطب باش هكذا يكون عندك واحد الفكره وتعرف اش تيقراو وما تمشيش دالع وتخدم على اللغه ديالك. ومن الاحسن تجي دير عام ديال اللغه هو الاول. وبلا ما نقول لك الا كنتي زرق راه فاش يكون الاستاذ تيشرح راه غادي تكون تتخمام لماذا انا هنا، حيت راه من التجربه ديال الطلبه اللي جاو ما عندهمش اللغه تتلقى 80% ديال الوقت تيمشي لهم فقط في الديكسيونير تيقلبوا على الشرح ديال الكلمات، و20% اللي تيبقى باش انهم يركزوا في الكتوبه ولا داكشي اللي تيقرا. غادي يمشي عليك الركب كما تنقولوا وغادي تلقى بلي راك ضيعتي الوقت وضيعتي راسك وتتلقى الريزلطه ما كايناش وتقد ما تكملش وتولي بحالك المغرب وهنا تكون ضيعتي بزاف. فالدور ديالي هو انني نوريك الصوره كامله كما هي بلا زواق باش تاخذ قرار واعي. هذا الفيديو يا اما غادي يخليك تبدل ولا تبدلي الراي ديالك وغادي تزيد تصمم باش انك تقرا، يا اما اللغه اولا يا اما التخصص ديالك الا كان ديجا عندك اللغه مزيانه. في كلتا الحالتين راه تقد تواصل معنا وحنا راه غادي نشوفوا شنو البيست كورس اوف اكشن اللي غادي يليق لك. مورا ما غادي تسالي الدراسه ديالك راه ما غاديش تقد تخرج، والمشكل هو انه حتى واحد ما قال لك هادشي من الديبار. وعلاش جيت باش نقول لك علاش، وهاد المعلومه هذه غادي تختصر عليك بزاف ديال صداع الراس والفلوس، وغتختصر عليك كما تنقولوا الكثير باش انك ما تضربش التمار، وغادي تخليك من الديبار انك تحط رجلك في واحد البلاصه اللي هي صحيحه باش ما تجيش حتى الاخر وتحاول تصحح المسار ديالك. حيت باش انك تصحح واحد الخطوه خاطئه غتكون صعب من انك تبداها واحد الخطوه اللي هي صحيحه من الديبار. السبب هو انه الجامعه غادي تخليك تخرج الا كان عندك الاتش اس كي 4 ولا الا كنتي ديجا دوزتي التيست هذا من قبل، الا كنتي ديجا قريتي اللغه. الشيء ترى غالبا بزاف ديال الطلبه ما تيكونوش قراو اللغه، هنا تنقصد اللغه الصينيه. الشيء اللي تيخليهم مضطرين انهم يقراو عام ديال اللغه باش انهم يدوزوا داك التيست ديال الاتش اس كي باش هكذا يقدوا ياخذوا ديك الشهاده. الشيء اللي غادي يكون من الاحسن انك الا قريتي من ديبار اللغه باش انك تستافد اكثر، انه غيكون عندك واحد الوقت باش انك تفهم الدنيا كيفاش غادا. عكس الا جيتي ودخلتي في التخصص ديريكت غادي يكون شويه صعيب عليك الحال. وما يقول لك شي واحد بلي راك تقرا اللغه في التخصص، حيت راه اللغه اللي كتقرا في التخصص راه تكنيك عندها علاقه بالطب، ما عندها حتى علاقه بالكومونيكاسيون، وما غاديش تضمن لك انك تقد تشد الشهاده ديال الاتش اس كي. ولا بغيتي دوز تخصص غادي تولي حاصل حتى تاخذ الاتش اس كي 4 وتاخذ كما تنقولوا الدبلوم ديال الام بي بي اس ديالك عاد تقدر دير التخصص. حيت حتى لهنا راك يلاه خديتي الباشلور وباقي ما محسوبش طبيب، ضروري خاصك دير التخصص. وما ننساش الطلبه اللي كيبغيو يخدموا في الصين باش هكذا يعاونوا والديهم في التكاليف. اللي تسمع ديما هو انه الخدمه في الصين ممنوعه، غير هو علاش ما تخرجش اوت اوف ذا بوكس وتبدا تشوف شنو هما الحوايج اللي تقدر دير غير اونلاين، شنو هما الخدمات اللي تقدر تخدمهم اونلاين باش هكذا تدخل الفلوس. ماشي بالضروري تبقى لاصق في ديك الفكره التقليديه نتاع انك ضروري خصك تخدم في واحد الشركه، ضروري تمشي تشوف شي واحد تخدم عنده. لا، فكر كيفاش دير شي حاجه ديالك اونلاين وتخدم عليها وتدخل منها الفلوس. شوف تعلم شي سكيل اللي تقدر تدخل منها الفلوس. راه ماشي بالضروري انك فهمتيني تبقى لاصق في ديك الفكره. you just have to think to be rich. فكر وغادي دير الفلوس. فاش غادي تخصص وتولي طبيب غادي خاصك تخدم، لكن بزاف ما تيخدموش لسبب. السبب منطقي اللي هو نهار غادي تمشي دوز الانترفيو والبراز غادي يكون قدامك هو اللغه. كنتي تهضر اللغه غادي تدوز المرحله الثانيه اللي فيها غادي دير مقابله ويشوفوا معك واش فريمون شاد في الدومين ديالك ولا لا. لكن بزاف ملي وصلت لهذا النيفو وتيطيح من الغربال بكري، علما انه بزاف ديال العرب راهم خدامين في المستشفيات هنا في الصين، والسر انه عندهم اللغه مزيان. حاجه اخرى اللي ما عمر شي حد هضر عليها هي فاش غادي تبغي تاخذ الورك بيرميت ديالك كاين واحد السيستيم ديال التنقيط باش يشوفوا فينا كاتيجوري نتا ديال الوركرز غادي تكون واش في الكلاس ا كلاس بي ولا الكلاس سي. كل ما كان عندك نقاط اكثر كل ما غادي تطلع في الكلاسمون ديالك. من بين الحاجات اللي غادي تلقى في هذا السيستيم هو شحال تخلص في الصالير ديالك في العام. كل ما كان الصالير ديالك طالع كل ما تاخذ نقاط اكثر. شنو الشهاده اللي عندك، واش عندك الباشلر، واش عندك الماسترز، واش عندك البي اتش دي، واش عندك ورك اكسبيرينس ولا لا، و تشاينيز لانجويج بروفيشنسي،
واش عندك اتش اس كي 1 اللي غتاخذ عليه نقطه، اتش اس كي 2 غتاخذ عليه 2 النقاط، اتش اس كي 3 غتاخذ عليه 3 وانت طالع. الا خديتي فراك غادي تكون محسوب على الهايلي تالنتد فورينرز اللي هما تيكونوا مطلوبين هنا في الصين وما تيكونش عندهم مشكل في الفيزا ولا الاقامه. ونجيو لذاك الجروب اللي غادي تلقاه تيقول لك بلي راك ما غاديش تاخذ المعادله ديالك. هذا الشيء راه صحيح وغلط في نفس الوقت، وتبع معايا باش هكذا تفهم. اول حاجه مهمه في المعادله هو الترتيب ديال الجامعه. كل ما كان الترتيب طايح كل ما تيزيد الريسك نتاع انك ما غاديش تاخذ المعادله وغادي تبقى حاصل ديك الورقه اللي شديتيها، حيت من الديبار شديتيها في واحد الجامعه اللي هي ما مكلاسياش وما معروفاش وما داخلاش في السيستم. بهذه الهضره راه تنركز خصوصا على التخصصات العلميه بحال طب الاسنان، الطب ولا الفارماسي على وجه التحديد. باش تاخذ المعادله وزاره التعليم والبحث العالي والابتكار تعاون مع الهيئه الوطنيه للاطباء المغاربه في المغرب هما اللي تيديسيديو. لكن قبل من هذا الشيء راه تدير لابليكاسيون عبر المنصه الالكترونيه اللي مخصصه لمعادله الشهادات. غادي يطلبوا منك مجموعه من الوثائق، نسخه من الدبلوم ديالك اللي هو مترجم يا اما الفرنسي ولا العربيه، بيان ديال النقاط ديالك، شهاده ديال حسن السلوك من الجامعه التي قريتي فيها، شهاده ديال الانترنشيب، وما يثبت المده ديال الاقامه ديالك في ديك الدوله، حيت راه الاقامه تتكون عندك في الباسبور مطبوعه في الصين. علاش ما يثبت الاقامه ديالك؟ حيت راه بزاف غير تيشري الدبلوم وتيولي المغرب. من بعد ما تدوز لابليكاسيون غادي دوز اختبار وطني، كونكور ديكيفالونس، باش يشوفوا النيفو ديالك مقارنه بما هو مطلوب باش تمارس المهنه في المغرب. من بعد ما تاخذ المعادله غادي خاصك دير انترنشيب اللي غادي تكون من 6 شهور الى سنه، وفاش غادي تسالي التدريب ديالك غادي تقد تسجل في الهيئه الوطنيه للاطباء المغاربه باش هكذا تقدر تمارس الطب بشكل رسمي في المغرب. غادي نكون عطيت بزاف ديال المعلومات، كاين اللي غيشوف هذه المعلومات على اساس انها سلبيه وعكزاتو باش انه يدير هذا التخصص، وكاين اللي غادي يستافد وغادي يشد واحد الورقه وستيلو وغادي يدير البلان ديالو، خصوصا راه الامر عنده علاقه بالمستقبل ديالك وراه ماشي الضحك. تعمدت انني نعطيكم المعلومه بكل امانه بالمر ديالها وبالحلو ديالها، واي حاجه في الحياه راه عندها المر والحلو، بلا النقيضين ما كناش غادي نعرفوا المعنى ديال وحده بلا الاخرى. ولا ديجا قلتي بلي صافي غادي نجيو للصين وندير التخصص ديريكت، خاصك تحبس وتفرج لهذا الفيديو باش هكذا تعرف اكثر وما تدلعش. كما ما بخلتش عليك بهذا ليفور هذا كامل باش اني نوجد لك هذا الفيديو والمعلومات هذه كامله، فما تبخلش عليا بشي دعوه مزيانه ولايك، وحاول تشير هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرف اللي هما يقدروا يستافدوا منه. بالنسبه للفيديو الجديد غيكون ديالكم ان شاء الله. خليو لي كومونتير عليه بغيتوني نهضر بالضبط باش هكذا نشوف شنو هو الموضوع اللي طلبتوه بزاف ونحاول نهضر عليه. وتحياتي لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.